انا بقالي هنا تقريبا 6 سنين باجي كاترين رايح جاي. بحب كاترين جدا جدا. اكتر جمله مشهوره هنا او اكتر جمله بيقولوها جدا البلد ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. ولا حاجه. هل تقدر تسيب كل حاجة وراك وتروح تعيش في سانت كاترين؟ والله سانت كاترين جميلة، مدينتي جميلة يعني. المكان الوحيد اللي ربنا عز وجل تجلى فيه عشان يكلم سيدنا موسى. يعني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ساعته. مروة أخدت القرار ده وسابت القاهرة. الحياه هاديه، رتم الحياه بسيط، والناس هنا قد ايه بسيطه وحلوه. والنهاردة أنا هعيش معاها تجربتها، مش كزائر للجبل لكن كجزء من أهل المدينة. هنعيش معاها شوية من تفاصيل حياتها الجديدة، هنفهم أكتر عن الحياة في سانت كاترين، وندخل بيوت الضيافة السيناوية ناكل معاهم ونفهم سر الهدوء اللي بيغير النفوس. جهزوا نفسكم لأن دي سانت كاترين اللي عمركم ما شفتوها. وإيه جمال سانت كاترين ده بجد والله العظيم، يعني مش عارف أقول إيه. دي أول مرة أجي سانت كاترين وأقعد فيها كذا يوم عشان أكتشفها. دايما بحس إحساس مختلف لما بقرر ما بقاش سايح عادي رايح المزارات وخلاص، وقرر أدور على حد هناك يعيشني كأني من أهل المكان. بيبقى دايما ده الاختيار الصح عشان بشوف المدينة بعيون أهلها. أنا بقالي هنا تقريبا 6 سنين باجي كاترين رايح جاي. بحب كاترين جدا. وعشان كده قابلت مروة. صباح الفل من بيت ضيافة دير سانت كاترين. تلاقوا رعدة طالعة من هنا وهتلاقوا سارة طالعة من هنا، وده المكان بتاعي. إحساسي بالهدوء هناك ما حسيتش زيه في مكان تاني في مصر. يمكن ده عشان إقامتي كانت في بيت الضيافة في الدير هناك، ما أعرفش. هو مكان بسيط جدا. ولا إيه؟ حلاوة الإقامة في الدير إن أنت جنب أنت دير سانت كاترين هنا أهو، وتقدر تطلع جبل موسى على طول لو معاك جايد. قاعد وسط الجبل، صح رعود ولا إيه؟ تعالى هنا، تعالى ثانية واحدة. اللي بتشوف الفيديو انت محظوظ انك بتشوفه. يا عم بحبك والله العظيم. ايه رايك في مكان الاقامه؟ محتاج حاجات بس جميل، مريح نفسيا، عايز اجي في الشتاء. تخيلت اللحظه كده ان انا خارج من باب الاوضه والجبل ده عليه تلج. اوف. بس خلي بالكم في هنا اوض فيها شبكه واوض ما فيهاش، فخليكم في الاوضه اللي فوق. في بقى ايه يعني شجر مش بتاع. بص الحلاوه في قلب الجبل. هي دي حلاوه بقى الاقامه في الاماكن اللي هي بتبقى قريبه من الاماكن السياحيه. يعني تجربه الاقامه في سانت كاترين عامه ممتعه جدا. لسه في اماكن اقامه بتفتح جديد بس ده واحد منهم. يعني في مكان مفاجاه بقى اوريه للناس. يلا بينا. يقال ان عمر الشجره دي 3500 سنه. أنا دلوقتي ورايا دير سانت كاترين زي ما انتم شايفين. هناك بيت الضيافة اللي احنا كنا قاعدين فيه، أقرب نقطة للدير تقريبا، وأقرب نقطة لو أنت حابب إن أنت تيجي تقعد في سانت كاترين وتطلع الجبل، لأن هو الجبل قريب جدا مننا. رمضان محمود الجبالي. طبعا قبيلة الجبالية قبيلة مسلمة، هي أساسا موجودة هنا في سانت كاترين وفي دير سانت كاترين. اقدم دير على مستوى العالم. انا والحج جبلي ولنا صديق ثاني ما زلنا يعني معنا المفتاح هنا. طبعا الدير بيفتح فتره زي ما تكلمنا، هي فتره حوالي 2.5 أو 3 ساعات الا ربع للزوار، وبعد كده الرهبان بيرجعوا ان هو يمارسوا الشعائر بتاعتهم داخل الكنيسه وداخل الدير. شغف وحب مروة لسانت كاترين خلانا نحبها أكتر وأكتر. نورتوني ونورتوا كاترين وأسعدتونا. أكيد بداية حياة جديدة ليها هناك ما كانش سهل أبدا. أصل سانت كاترين مش زي شرم الشيخ مثلا، لسه الخدمات مش متوفرة قوي فيها، والناس ما زالت عارفاها بس برحلة اليوم الواحد لطلوع جبل موسى. بس فكرة إن مروة أصلا تدخل مجتمع مختلف عنها وتحاول تقدم فيه قيمة، هو ده كان المحرك الأساسي لوجودها بشكل دايم هناك. وعشان كده هنحكي جزء صغير من حكايتها ونشوف ازاي عشنا 4 أيام في سانت كاترين وهربنا للهدوء معانا. هنا كانت فرصة كويسة ان انا اعمل البراند بتاعي. في الاول انا بحب شغل التطريز. في 2020 كان مفيش شغل، الستات هي تقريبا المتكفلة بفكرة البيت. بدأت ان انا اشتغل واشوف الشغل بتاع اليدوي، وبقيت احب الشغل بتاعهم. شوية شوية فكرت في فكرة التراث، هل في تراث قديم؟ هل في شغل قديم؟ بدأت الاقي ان الفساتين الافراح وشغلهم القديم مختلف عن الجديد دلوقتي. قعدت سنة بدور على التطريزات القديمة. دايما كنت بسأل نفسي هي سانت كاترين فيها ايه؟ يعني الناس سانت كاترين مختلفة
هي مش بحر، يعني انتوا مش هتيجوا هنا تلاقوا بحر، بس هي أرض مقدسة، فانتوا هتحسوا بهدوء من أول ما تدخلوا من الكمين. هتحسوا بنسمة هواء موجودة مش طبيعية. عشان نشوف جزء مختلف من سانت كاترين اخترنا الهايك ما يبقاش جبل موسى، في وادي اسمه التلعة. اهلا اسمه بكم في أكرم. وادي التلعة، اهلا بكم سانت كاترين. تحفة. ده المكان اللي بيهرب ليه أهل المدينة هناك. الهايك مش صعب، بس بتوصل لأماكن وبتقابل ناس السلام النفسي هو الوصف اللي يليق عليهم. احنا كاترين عباره عن ايه؟ مدينه هتلاقوها تحت، هي في منخفض بتحوطها بجبال كتير. عشان تطلعي لجبال زي جبال موسى وجبل كاترين والفديان، يا اما هتمشي بين وادي حته بين جبلين، يا اما هتطلعي جبل عشان تنزلي وتروحي الوادي تاني. ده جبل اسمه جبل الربه بس في صافا، والجبل ده اسمه الغبشه. طيب احنا في المدينه تحت اهو. اللي قدامك ده وادي ال40. ليه الناس مسميها 40؟ القصة الحقيقية إن في 40 راهب كانوا هربانين وقت تقريبا الحملات الصليبية، هربوا على وادي ال40 لأن هم كانوا يقتلوا على الرهبان ويتقتلوا في وادي ال40. هنا بعض الأقاويل بتقعد تقول ده مر عليه 40 نبي، مش حقيقي. اديله. Let's have a tour في الفطار بعد إذنك. ده وادي ال40 بيودي لجبل موسى، والناحية التانية جبل كاترين. دلوقتي مقفول، فكل الدخول لجبل موسى عن طريق دير سانت كاترين. ايه تاني منفذ انه بيطلعنا من المدينة؟ في يمين حاجة اسمها جبل أبو جيفة، عشان تطلعي وتنزلي تبدأي تروحي الوديان زي الزواتين ووادي جبال، وجبل كاترين برضو تمشي من خلاله، وجبل عباس. طيب الحتة اللي احنا فيها اسمها الكويز. ليه كويز؟ عشان شبه الكوز بتضم كل البلد في حتة صغيرة. لو تهنا اهم حاجه تقفوا مكانكم، هنجيبكم تاني، بس اهم حاجه ما تتحركش، لانك لو اتحركت في اتجاه ممكن دليل ما يعرفش من طريقك، فخليك دايما واقف مكانك، دي نقطه. طيب لو لوحدك ومعكش جايد، ودايما البدو بينصحوا بيه يقول لك اهم حاجه لو تهت وانت لوحدك ومعكش دليل، اهم حاجه تلبي احتياجاتك الانسانيه. يعني بمعنى انت عمرك ما هتشوف الطريق وانت جعان، عمرك ما هتشوف الطريق وانت عايز تنام، عمرك ما هتشوف الطريق وانت جسمك تعبان. دي العصايه. دي خلاص ده يطلع كده صح؟ نقلب التاني على طول. يا بدأت تفقفق يا سيدي. تجربة الفراشيح أداء. نديها واحدة كمان ولا إيه؟ الله محترف أنا، خلي بالك. السلام. بس كده خلاص يا جماعة. دلوقتي بقى إيه؟ داخل أقعد في العريشة. أنت قاعد في العريشة لوحدك يا رعود؟ جو شمس بره. جو شمس بره؟ حلوة بجد؟ طيب خلاص. كرم البدو ملوش حدود. الأكل البسيط على النار وسط الجبل طعمه أحلى من أي مطعم حاتم البدوي. بعد ما طلعنا اللبة بنقفل النار، واللبة زي ما شفتوا كده هي عجينة بتتدفن في الفحم أو في النار، فننضفها بقى بعدها عشان إيه طبعا نشيل منها كل التراب، وبتتاكل طعمها حلو قوي مع الجبنة. أداء. شكرا يا عصفورة. بيض أكتر. هي لونها خطير، مش ممكن. فين المية دي كده؟ كانت فين؟ أنا بشبر دلوقتي. ولقيت الكوارتز، لقيته. لقيتيه؟ والله شايفه؟ أيوه يا مرمورة شطور. اهو كل ما بيتحفر جوه كل ما هتلاقيه بقى لونه ابيض. يعني بص دي ابيض شويه بس ده اسود. ده بقى بيحفروه ويكسروه ويتباع بقى كاكسسوري. شكلها حلو قوي جدا. تلمع خطيره سبحان الله. وقت المطره بتلاقيها سيول كتير جدا. لو تهتوا يا جماعة، بيبي الحيوانات حاجة من الحاجات اللي انتوا ايه يعني لازم تمشوا عليها كده، هي دي الجايد بتاعك. طيب البدو بيعملوا ايه عشان يقول لك ان ده الطريق؟ بيعملوا حاجه اسمها هجوم. عندك صخره اهو، تمام، صخره تانية، صخره كمان، يقول لك ان ده الطريق. هو انت ماشي لو لقيت صخور فوق بعض تعرف ان هم حاطينه، يقول لك ان ده الطريق. جامد. يعني من الصخور دي كده يقول لك ان ده الطريق. ده حقيقي. ده اهم حاجه كوبايه الشاي. كوبايه الشاي. شربت كوبايه الشاي لبيت احتياجاتك الطبيعيه. تصوير عنيفة ومفاجأة اجتاحت مدينة سانت كاترين، وذلك في أعقاب موجة السيول التي تعرضت لها. السيول هنا ممكن تغير التريل بتاع الطرق. السيل بياخد الصخرة ويجري، انت فاكر مية وبس. لا يجري. السيل الأخير بس برضو الحمد لله الدنيا كانت متهيئة، لأنه مع تطور الزمن يعني احنا عارفين السيل بيبقى فين، ما بيحطوش طريق عليه، ما بيحطوش صخور عليه عشان هيغير في طريقه. فمثلا هتلاقي وسط البيوت في كاترين، هتلاقي في الحته حتى اللي عندي واحنا نازلين من الكويز، هتلاقي بيوت وبعد كده في حته فاضيه
بيوت وبعد كده في حته فاضيه، هو خلاص دي طرق سيول، لو انا بنيت عليها ممكن ياخد البيوت وخلاص كده شكرا. كل مكان اصحابه عارفين ظروفه، في سيول، في مطره، هتلاقي في الصحراء عارفين لما بيجي مثلا هواء بعواصف، هنا فاهمين جدا فكره ظروف السيول يعني. عشان كده في بعض الطرق بيقفلوها لما بيبقى في تلج او مطره كتير، خلاص في سيل فده خطر فمش هنيجي ناحيته. اسمع الوادي عامل ازاي. هذا رعود. خدنا قوت يومنا، فرشحنا، يلا نروح على مروه نفطر. شويه جبنه بقى، شويه جبنه بقى على شويه شكشوكه على شويه ايه حاجات من دي، ويلا بينا. انا حاسس ان في بطيخ بس ما عنديش دليل. انا حاسس ان في حاجات كتير بس ما عنديش دليل. بس هي عامله كيكه زعتر. كيكه زعتر؟ ايوه، وعامله ابل باي. ده كلام كبير. فبدوي بقى طبعا فاهم. فاحنا يعني السلام عليكم. بس الحياه هنا مختلفه. ما تجيب دي شويه كده عشان خد كده يا ريس. ولا تعالى هنا. بنيه بقى دلوقتي على بيت في كاترين، بيت صديقتنا اللي عايشه هنا. افتح على جبل الشرقاوي. السلام عليكم. ايه السلام عليكم. السلام عليكم. جبنا الفراشيح واللبه وجينا. بس يا جماعه الجنينه المتواضعه، باخدكم تور في البيت هنا، بس الموضوع لذيذ قوي. فدايما بنقول انه ما تكتبش على الصخور، ما تحاولش تاذي، ما بلاش ترمي زباله، دي محميه وفي نفس الوقت حيوانات كتير بتعدي، دي حاجه. الحاجه التانية لما نعدي على كرم في فاكهه، دايما في كرم يعني جنين، في قاعده كده بتقول كل لحد ما تشبع، بس ما تحملش وانت ماشي عشان غيرك ياكل ويزيد، بس فهتحمل بالكيلو 2 كيلو، الشجره مش بتطرح كتير، فكله واشبع زي ما انت عايز بس ما تحملش. ايوه عرش الملك. انا يا جماعه مروه مهربانه. اوه واو. يلا يا جماعه احنا دخلنا البيت على المطبخ على طول. احنا لسه هنقعد نتفاهم، دخلنا على المطبخ على طول. حبشتكنات كده ايطالي. ليتس هاف ا تور في الفطار بعد اذنك. انا شايف دي كيكه زعتر. بالكوا وش الحل. اوف. دي لبنه معموله بالحبشتكنات، دي لبنه بالزيتون. بدوي ايطالي طنطاوي ما اقولكش. جدا. في ابل باي جوه، في طماطم بتتعمل عشان الريحان، فانت هتروح دلوقتي تقطف لنا ريحان ماشي، علشان بقى نعمل. عايزه كام ريحانه؟ يعني اخد واحد، اخد عود؟ هات لي حبه كده. حبه اللي هو قد ايه؟ 10 وحدات. طب يا جماعه احنا رايحين نقطف الريحان دلوقتي. تعالى رعود معايا، يلا بينا. هي قالت لي هات 10 وحدات. هل بقى قصدها 10 وحدات اللي هم كده، ولا 10 وحدات اللي هم كل واحده من دول بواحده؟ يعني 10 عيدان. بص احنا هناخد لها دي ونقول لها اتفضلي. عايزين طب امسك العود كده. هل قطف الريحان بيحصل من فوق ولا من العود عشان العود يطلع تاني كده؟ حلو قوي انا اظن. من اجل ورد يتسال ولا ايه؟ فاحنا قطفنا الريحان من هنا. بصوا اصلا هي زرعه هنا كمان تفاح. ايه ده؟ تفاحه وقعت، تفاحه صغننه وقعت. هدخل اغسلها واكلها. اوه اوه ايه الملعب ولا الابل باي شكلها بيقول فيها تفاحتين من الجنينه. والله العظيم ذا بيرفكت هوست ان سانت كاترين. ده بجد والله. شايف الكلام العادي؟ ايه ده ثانيه واحده بس، هم طلعوا عايزين الورق مش عايزين 10 ورقات. كنت حاسه واحنا احنا كنا هننهي على نص محصول الريحان على الجنينه ساعتها. عارفين هعمل فيكوا ايه؟ هرجعكم القاهره. انا كنت هجيب لك 10 اللي هو ناقص هجيب لك نولع في الزرع ونموت البهايم. انت فاهم؟ انت بطار. يا جماعه الفطار شكله بجد مبهر. ايه ده؟ بطيخ ده طلع امتى؟ ده طلع لسه حالا. اديله شغل 5 ستورز. يا نهار ابيض. مش نادية السيد ولا اسمه ايه خولي ولا ناس ولا مروه غلاب. ماونتن فيو اهو. دي جبنه بشويه حبشتكنات كده، بقدونس على نعناع من الجنينه. والله العظيم احلى هوست. برافو يا جماعه. بصوا الفراشيح. دي لبنه بالزيتون. حلاوه يا اولاد. تحفه. اوه يعني ده تحفه. ميه تحفه، ساقعه كمان. طعمها معدنيه اكتر من المعدنيه العاديه. تعرف انا باجي هنا لوحدي
بجد والله. وباجي اقعد القعده دي كام ساعه كده وامشي. ايه رايك؟ لا جنة. خطير. لسه هنخش الجنه. لسه هنخش الجنه. انت قلت لي جنتين. جنتين. الجنه الاولى وناكل مشمش، ماشي. والجنه الثانيه اقدم شجر زيتون. يا مروه مظبطانا والله. جمله مشهوره هنا اكتر جمله مشهوره هنا او اكتر جمله بيقولوها جدا من بدري، ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. ولا حاجه. امم يعني حتى وانت بتشكرهم شكرا جدا وكتر خيرك، يقول لك ولا حاجه. تيجي في مشكله والموضوع يبقى كبير، يقول لك يا سيدي ولا حاجه، يا راجل ولا حاجه. تيجي تفكر فيها وهم ايه منطلق فكره ولا حاجه، ان الدنيا دي ولا حاجه، وان المواضيع يعني ولا حاجه هتعدي. دي جملتي المفضله. فانت اي حد بيقول لك اي حاجه تقولي له ولا حاجه، بس كده بالظبط. السلام. ولا حاجه. يلا نخش الجنه. يلا نخش الجنه. عايزين ناخد جوله في المزرعه بتاعتك بقى الجميله. يلا الجنين. يلا بينا. ده جرجير، ده تفاح، الله. ده مشمش، ودي زرعه بطيخه. دي تالت سنه تطلع، كل سنه تطلع بطيخ صغيره قوي دي. وده طماطم، ده نعناع. حصدت انت بيها بطيخه؟ حصدت سنتين. كلت بطيخ. يا سلام. وده حبق واخداه من وادي، من وديان كاترين الحلوه. ده زيتون. دي رجله، عارف الرجله؟ لا. بتحطها في السلطه دي. اسمها رجله. اوقات بتكتر قوي، بعمل منها طبخه شبه السبانخ. تتاكل. انت بتطفي ورق العنب وتاكليه على طول من البتاع. دي زهره اسمها قطيفه، بنحط دايما زهور بتطلع يعني، او شجره بتطلع زهور عشان النحل والدبان يجي عليها. بالظبط. ده ريحان. دي طماطم صغيره. طماطم شيري. ايه اللي زرعتيه وايه اللي لقيتيه لما جيتي؟ انا اول ما جيت جبت التفاحه بس. ده عنب. طيب. زرعت الجرجير، الطماطم، النعناع، الحبق، المشمش، الزيتون، الريحان، الصبار. ده صبار. الرجله صراحه يعني واحده، وسبحان الله طلعت بذور وراحت مطلعه كتير. العنب في هنا زرعه برقوق بس لسه ما طرحتش. نسيبها يمكن تطرح ان شاء الله. ده روزميري في ميه، يمكن تجدر. لما تجدر اقدر ازرعها. حلو عيشه البداوي في كاترين. جد روجان ولا حاجه. روجان والله العظيم. احلى. والله نورت. مرعوبتها. السلام عليكم يا جماعه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم جميع؟ ولا بص، ده لوز اخضر. لما بيبقى اخضر وطري قوي في شهر 2 و3 بناكله كده، بيبقى اسمه شيخين. هو مش ده الموسم بتاعه بيبقى في اخر 7. بس هفتح لكم واحده واوريكم. ماشي. الله. يلا. يا نهار حلاوه. مش بيتغسل، احنا على بقنا على طول. نقطف وكل خيرات الله. لا بيترش ولا بتعمل فيه اي حاجه. القش ده بيتقشر، بعد كده بيبقى اللوز اللي هو الناشف كده يقطف من الشجره ناكله على طول. سلم ايديك. او مش هتلاقوني يعني. لا الكاميرا كده. كان جميل بصراحه. لا ما قدرتش تسأل. هنا كنت بسمع دايما على حته الزلازل قد ايه ليها صوت. انا كنت فاهمه يعني زلازل يعني ليها صوت. في يوم الساعه 7 كده صحيت من النوم على صوت عارف عامل زي عربيه النقل، رجرات السرير، في رجرجه. طبعا على ما استوعبت، وبعدها بعد ما الصوت خلاص راح، في صوت زي زن هي زنة الارض كده، في زنه. طبعا اتخضيت. بعدها شويه رحت حكيها لهم كان في زلزال. هي زلزال. سمعتي صوته؟ لو اوكي زلزال هنا ليها صوت. دي كانت لحظه مرعبه صراحه بالنسبه لي. السيول هنا قويه. صعب. الزلازل اعتقد كانت في، حكولي مره زلزال 92 في وادي ال40، في زي صخره اتحركت يعني زي اتهبدت صخره كبيره. الناس كانت فاكره خلاص يوم الايام يعني. احنا عايزين نشكرك على كرم الضيافه الجميل ده. الله يخليك. بجد والله. الله يخدمك. احنا ما عملناش حاجه. لا والله، ده انت قلت كل حاجه بجد. الله يخليك. يعني ده كفايه الضيافه الجميله دي والله العظيم. كوبايه الشاي. بس. الله يخليك والله. انت احسن. حبيبي. تسلم والله. هنشوفك تاني. احنا قاعدين كده. هنشوفك تاني قريب باذن الله. حبيبي. السلام عليكم. اعتقد هو احلى جو في مصر في الصيف. يعني شبه اخدت قرار ان انا لازم يوما ما اخرج بره القاهره. ده اولا. ثانيا يا ريت لو كاترين. تخيلوا ان ده البيت اللي انتوا هتقعدوا فيه 3 أو 4 ايام في سينا. ما كنتش متخيل جمال المكان لحد ما رحت هناك. انا وبسمة اتقابلنا واتجوزنا اراوند 2017. يعني احنا الاثنين عندنا نفس الكومن انترست ده، اللي هو كل واحد كان لوحده كده، انه كاترين دي
مدينه جامده جدا وعايزين نعيش فيها ومش عارف ايه وبتاع. جينا في 2019 وقررنا بقى نخلي الموضوع رياليتي. بيوفر اكتر فرصة انه نشغل ستات بدو. فمثلا الاكل هتلاقوا ستات بدو هم اللي عاملينه، هتلاقي عم جبلي هو هنا، عم بدري. فاللي بيجي هنا بياخد تجربة كاترين كاملة جدا، في نفس الوقت بنبقى في فرص اللي حوالينا والبدو ان هم يبقى في شغل ليهم. اهلا بيكم في احلى مكان في كاترين بجد والله. يعني الموضوع هنا مختلف خالص، حرفيا البيت جزء من الطبيعة. دايما كده ايه عارفين هما بيقولوا هي ارض مقدسة، لان هنا المكان اللي ربنا تجلى عليه، فبتحس بالهدوء والراحة بطريقة رهيبة. معظم الإقامة اللي بتبقى موجودة في دار كاترين مش بس الإقامة، إنه أكل وشرب بدوي، وفي نفس الوقت لو أنت عايز تطلع رحلات فبنوفر من أول التصاريح لحد الرحلات. فالتجربة بتبقى كاملة، بتبقى قاعد في الدار أنت مش شايل هم أي حاجة. عارفين الحلم بتاعنا كلنا بتاع اللي هو القهوة، نجيب المزرعة شوية الغنم واقعد بلا شغل بلا قرف، وازرع الطماطم بتاعتي والبتنجان بتاعي. ده زي ما بقول، بس الفرق ما بيني وما بين اي حد ان اي توك ذس سيريسلي، يعني ما سبتهاش خاطره في ان هي واقعد اقول كل مره على القهوه يا ريت مش عارف ايه. لا احنا هنعملها. حاجة زي دي هتسند جسمك، لكن دي هتاخد الرمل وتروح جاري. يا جماعة عادي جدا تبقوا ماشيين تشوفوا جمل كده جميل. انت قمر. ده ما بيطلعش غير هنا في كاترين. بيستخدموه اكتر كمان لتهدئة القولون او المعدة. بص ريحته هو شكله اتغير علشان سبحان الله المطرة، فبقى شكله اخضر. متعود عليه ان هو لونه رصاصي، فسبحان الله الاعشاب شكلها بالنسبة لي متغيرة لانها خضرة جدا. بتعمل زي ريحة اللبان. لبان صنع يلا الجنة بتاعتنا. ده الوادي؟ ده وادي بتاعنا. شوية شوية اكتشفت ان معظم التطريز والرسومات اللي موجودة في التطريز اللي هم بيشتغلوا بيه ليه علاقة بالطبيعة. هنا كاترين أرض خصبة جدا بالنباتات النادرة، فبدأوا يستخدموا الشغل النباتات اللي بيشوفوها بشكل يومي في التطريز بتاعهم. فتلاقي اسم التطريز مثلا لوزة، اسم التطريز عباد شمس، اسمه زعتر. وده بالظبط تحس ان هو نفس شغل او نفس الشكل بتاع النباتات، محاكاة اللي هم بيشوفوه في الطبيعة. يا جماعة هو ايه الجمال ده؟ ما كنتش متخيل ان انا هعمل هايك من الاحلى في مصر هنا في سانت كاترين. بصوا الخضار، شجر زيتون كاترين ده المميز فيه. بصي الورقة، ورقة من هنا فاتحة ومن جوه غامقة. بص على الشجر نفسه تحس ان هو لونه بيختلف مع هو بيتحرك، تلاقيه بيتهز تحس ان هو فضي، وبعد كده تلاقيه اخضر عادي. شكله تحفة اصلا، شكله خطير. والله العظيم مصر فيها خيرات الدنيا والله. دي شجرة رمان اللي انا معدي فيها دي. ايه المنظر ده؟ ايه الحلاوة دي؟ شجر زيتون، شجر رمان. انا سعيد. يا جماعة ده المنظر اللي بتوصل له لما تبقى بتعمل هايك مع حد من اهل البلد او حد عايش في البلد. اهلا بيكم في وادي التلعة. والله سانت كاترين جميلة، مدينة جميلة يعني، وفيها الجبال وفيها الهواء النقي وفيها الودية اللي هي تجري فيها المية، يعني حلوة خالص. بتروق مع نفسك وبتتأمل في قدرة ربنا، يعني ربنا بأن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني لما أنت بتكون في الجبال مع وحدك وتتأمل دي عبادة، يعني أحسن منها ما فيش. واو، سلام على الجمال. تيجي كده هنا فراخ اصلا ريحتها وهم، يعني التتبيله بتاعتها شكلها عبقري، بس ريحه الفراخ دي ايه تحفه. تيجي نشوف اهل سانت كاترين بياكلوا ايه. ومن الناحيتين اهو، وبنا انا معلم لب انا صراحه. باين معلم لب. لا معلم لب يعني. شفتي يا استاذه مروه؟ تسلم ايديك حلوه، بس لسه سخنه يعني. شم ريحه اصلا اللي هو انا هو ريحه الخبز ده. اللب دي مهمه عندنا الصبح. بنعمل في طوه كده نقر، هنقول على نقر لب صغيره كده، طوه من زمان اللي هي كده، نعجن اللب ونعملها فيها كده ونتلبب عليها الصبح، كل واحد حتى لب مع الشاي بس كده. بس ده روقان. الساعة 9 و10 كده نعمل لنا فترة تانية. نعمل سلطة وشوية مش عارف ايش، أي حاجة يعني موجودة. ممكن تقعد دلوقتي دافية كده على طول. عايزين ناكلها بالشاي. يعني يا ريت. لا الشاي هنعمله حطه.
بس تمسكوا كل واحد حته صغيره كده. هي عامة بتبقى كبيرة 2 قوي. كيلو دول. انا اخد حته عليك يا زين. بقى. لا انا قلت له والله قال لي لا كذا تفضلي. القهوه لا انا اعمل لك بس لو بدقك والله ما بجد ده من احلى الاماكن اللي انا قعدت فيها في مصر عامه. احنا مش فندق، مش كامب، مش كذا مش كذا مش كذا، احنا هو بيت كامل لازم يتأجر على بعضه. مش الهدف بالنسبه لنا ان احنا يجي لنا 30 حجز في ال 30 يوم بتوع الشهر، مش ده. يا جماعه بصوا حلاوه الاوضه، ديزاين عبقري في سانت كاترين. المدينه فيها فنادق حلوه كانك قاعد في بيت من بيوت اهل البلد. دي اول اوضه، طبعا الاوضه زي ما انتم شايفين بيبقى فيها كل حاجه تقريبا. ده كده الجناح بيبقى فيه الاوضتين. الاوضه دي فيها كيتشنات صغنطط كده زي ما انتم شايفين، بقى الحمام ونظافته. يا سلام. الاوضه الثانيه ممكن اجي اقعد هنا واغلس على رعد. اوبا. انا بحترم جدا الاماكن اللي بتهتم بالانتيريور ديزاين بتاع مكان الاقامه. اختيار السجاد والالوان بتاعه، ميكس الابيض مع الخشب عبقري. بحسسك ان انت في الطبيعه بجد يعني. ده منظر بانورامي للجبل. ده بقى اللي اسمه ماونتن فيو. ده ماونتن فيو، مش بتاع القاهره. ده بانوراميك ماونتن فيو يعني بجد. انتوا اللي عندكم لونش جديد انتوا تعالوا شوفوا اللونش اللي هنا. كمان ده كمان حمام هايل. ورحله البنا دي بقى رحله شاقه جدا يعني. مثلا احنا الحجاره دي عشان نجيبها نقعد مع الناس في المحجر يقولوا لنا لا الحجاره اللي انتوا عايزينها دي خلصت. طب نعمل ايه؟ لا دي هتلاقوها في الجبال جوه الصناعيه بقى. اكتشفنا بقى ان دي صنعه اندثرت خلاص واصحابها توفاهم الله خلاص، ان هم اباء البنايين اللي موجودين. محدش بيعرف يبني المباني دي دلوقتي. طب ما تسرب لنا اي حاجه من الاكل. بص بقى. انا متحمسه جدا. اي حاجه. جرجاني محشي بدوي. محشي بدوي. اه محشي هنا. يا الله يا الله. وفراخ. يا جماعه انا متحمس جدا للغدا. انتم لايف دلوقتي. هتغدينا ايه النهارده يا مروه؟ دي شوربه جريشه او جريشه. شوربه جريشه. ده قمح مجروش عشان كده اسمها جريشه. ده اشهر اكله بدوي. اكله بدوي. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. ملوخيه. شوربه الجريشه. بطاطس. رز. اكله حنينه شبه العدس يعني. بالظبط. تتسلق كتير قوي مع شويه طماطم. عظيمه. فاهمين يا جماعه اكل البيت. ورز بالشعريه. يا لهوي على السعاده. الراجل مقتنع اقتناع 100% ان الاكل طعمه بيحلو 10 مرات. ايوه. لو اللي بناكل معاهم بنحبه. يا سلام. شايفين آلتين النسائي ام الرجالي في الطبخ. اوه. بالك انت يا استاذ حاتم. اتفضل. الاكل ده هو في كاترين. والله العظيم. والله. والله العظيم. اي والله. جنه. وانت عارفه حاجه؟ الجنه من غير ناس ما تنداس. والله. بقول لك ما تنداس. ايه ده؟ معرفش. عظمه. انا باكل بطاطس حاف. عارفه سنس القعر الحله؟ البطاطس اللي هي بتبقى تحت. والله الفراخ. البطاطس. والفراخ مش طبيعيه. احنا عم بنهبط عامه. جماعه البطاطس هناك ما باكلش فراخ بيض. امال اللي بتاكلها دي دلوقتي ايه؟ دي فراخ شمورت. انا والله انا بقف عشان الاكل ينزل وبعد كده اقعد اكل من الاكل. فيها بدنيا عايز اكل ينزل. يعني انت ضد. معلش يا استاذ. لو محتاج. ده الملائكه بتاعت الارض. ملائكه لما تكون مبسوطه منك حتسمع صوتها او تسمع مشيتها او كده يعني. دي حاجه ملائكه ما تضرك. انت قلت في ناس بتحب المكان من سنين. في عند النهارده واحد عابد هنا وحاب المكان ده. الروح بتاعته تسكن في المكان بعد ما يتوفى، بتسكن في المكان. بتجي بتزوره يعني. ما بيضايقش لما انت بتشتغل كويس تجي لك وتظهر لك وانت تسمع المشاوره منك كده بص كده ما تلاقيش. ازاي دي ارواح. واحد جاب لي الكبريت والله انت مش حتصدق. الكبريت جابها لي انا قلت له فرحان معك كبريت عشان اشط الوساخه بتاعت الارض اللي هي الاعشاب وكذا. انا ما معيش كبريت وماشي بشيل رمله وبتصل في الوادي تحت كذا لقيت الكبريت نازل على كذا. بس الناس لما اقول لهم كذا ما يصدقوش. ما دام انت مع ربنا يبقى انت ما تخافش من حاجه. يعني تقرب لربنا بالعباد والعمل الصالح وتوكل على الله. فمن توكل على الله فهو حسبه. خدت بالك؟ لماذا؟ كنت واحد بتقعد طاقه ولا حاجه. هذه هي الحياه في كاترين. انا عمري ما شفت كاترين بالخضار ده بعد المطر اللي حصل السنه دي. ما شاء الله خضار على الجبال خطير. يعني عمري ما شفت الوادي ده بالذات اخضر بالشكل ده. هتلاقي الارض نفسها كمان خضره يعني في زرع. في قصه لسيدنا موسى. طول ما انت ماشي بتقرا في القران وبتتمتع تلاقي قصص
يوم وجد بنتين كانوا عايزين يسقوا فسقى عليهم من البير، فده هو بيرمز لأول بير سيدنا موسى سقى منه البنتين، واللي بعد كده اتجوز واحدة منهم. دي شجرة العليقة. لأن الإيمان بالدين يتطلب الإيمان بالمعجزات. يقال إن عمر الشجرة دي 3500 سنة من زمن سيدنا موسى، بعد ما ربنا قال له بعد ما رجع من مدين إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والفرقان. أول ناس عاشت في المكان ده قالت لك إن الشجرة دي هي اللي شاف فيها سيدنا موسى عليه السلام النار، والشجرة ما زالت لغاية يومنا هذا زي ما احنا شايفينها هي موجودة خضرة هنا. أقدر أقول بمنتهى الوضوح أنها كانت سبب في تغيير مسار البشرية. زمان لو الرهبان كان عاوزة تمشي برا يعني في الكنائس بتاعتنا ما حد يشوفها، كان بينزل من السرداب ده ويكمل لبرا كده لوحده، غير البابين الاثنين بتاع الدير حوالي بتاع 2 متر. سور الدير حوالي 2 متر. ترجع لجو المكان، عدم التلوث، ان المكان هنا وده كله بيطلع على ميه الامطار، فالميه اللي بتسقي منها برضه بتكون ميه جميله لان هي ميه مطر. شجر الزيتون ده اقدم شجر زيتون، عمره تقريبا من 700 ل 800 سنه، واهم تقريبا شجر زيتون هو والشجر الموجود في دير سانت كاترين. حصاد الزيتون بيبقى في شهر 10، فبيبقى فيه بقى زيتون بيحصدوه ويبدأوا ان هم يعصروه في معصرة الدير. دي المعصرة الوحيدة اللي موجودة، معظم الناس اللي عندها كرم بتجمع الزيتون وتعصره في معصرة الدير. الزيت اللي هنا جودته عالية جدا، ان شاء الله السنة دي كمان هيبقى جودته اعلى علشان المطر اللي والله احنا والله انبسطنا بيك جدا، واحنا انا كمان فرحان بزيادتكم ومعرفتكم. يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم على الله اتقاكم. يعني ربنا ما قالش يا ايها المؤمنين، الناس عامه كلنا احنا نتعرف ببعض، يعني محبه في الحياه الدنيا. بتجيني ناس من اوروبا من مصر من جميع انحاء العالم، احنا بنقابلهم ونضحك معاهم وكده. الدنيا محبه، يعني انت ربنا خلقنا لبعض نعيش مع بعض في سلام وامان وكده يعني. شكرا الله يخليك، مش عارف اقول حاجه والله. الله يخليك يا راجل. تسلم انت يا راجل. الشمس غربت، جو احنا من 9 الصبح. ايه رايك في المشوار ده يا ساره لحد دلوقتي؟ حلو قوي، احلى مشوار. تابعوا مشاوير عشان تشوفوا اماكن اكتر. وسانت كاترين لسه في كتير فاستنونا عشان لسه في كتير قوي في سانت كاترين. هو في ايه احلى من كده والله العظيم. اولا سانت كاترين في شهر 6، الجو هوا عبقري، نايم في الطبيعة في وسط وادي بعد ما عملت هايك من الساعة 9 الصبح، الساعة دلوقتي 6 الا ربع، وكلت أكل حلو. تصبحوا على خير. خلص الهايك، هنرجع بقى تاني عشان نشوف قصة جديدة أو حاجة تانية. مروة بتعملي إيه يا مروة؟ بتعملي إيه يا مروة؟ دي مهارات بقاء برضو؟ ها؟ دايما كنت بسأل نفسي هي سانت كاترين فيها ايه؟ يعني الناس تعرف سانت كاترين ان هي الجبل، بييجوا يطلعوا جبل موسى، حتى مش بيطلعوا جبل سانت كاترين. ولكن احنا النهارده حاولنا نكتشف المدينة بعيون حد من اهلها زي ما شفتوا، وبعدين حد كمان يعني هو قرر يسيب المدينة وضوضائها ويجي يعيش في هذا الهدوء النفسي. طبعا المدينة لسه هنا تقريبا بتبدأ يعني، وفي طبعا بروجكتس كتير هنا شغالة، بس اغلب البيوت مبنية من الطوب كده زي ما انتم شايفين. عربيات طبعا نص نقل قليل قوي لما بتلاقي هنا عربيات كتير يعني ماشية. المنظر جبال، شجر طبعا واعشاب نادرة، المنظر عبقري، حاجة في منتهى الجمال والروقان. هنا في مستشفى، في وحدات صحية، في سوبر ماركتس، في صيدليتين تقريبا. يعني دي حاجة من الحاجات اللي انا كان نفسي اجي اكتشفها، لان انا مشروع التخرج بتاعي كان في سانت كاترين. كاترين مليانة قصص لناس اختارت العزلة وصدقة الطبيعة، زي المزرعة دي اللي صاحبها عايش هنا من سنين طويلة، عايش من خير الأرض وراضي تماما بملكوته الهادي. احنا بنعمل حاجات غريبة شوية، تلاقينا دايما مغطين الجور بنباتات واعشاب. ده روزماري، اكليل الجبل، حصلبان، مسميات كتير قوي. نبات جميل قوي اسمه البردقوش. شكرا. رعد باشا مصطفى. شامي مرعود. هدوء على طول. تدوق ايه؟ شيلي من قفاه البردقوش. بذور اللافندر. يا سلام، ده اللافندر يا جماعه، ده ريحته اللافندر فعلا. ريحته لافندر. ايه اللي معاكي دي يا مروه؟ بس معلش عايز افهم. بلوجر ومعلش. هي دي بتعمل ايه دي؟ بعمل كونتنت. وريني كده بتصوري كونتنت ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده اصلا؟
نوكيا 6600. شكلها تحفه. هو الرومان بتحصدوه امتى بقى؟ لسه في اول 8 كده. لسه اول 8. قدامه شهرين. دي برضه فستق. اول مره اشوف ثمار الفستق اعتقد. ايه ده زي اللوز بقى بيتكسر وبيبقى الفستق جواه ولا هي زي ما هي كده؟ ولا بيتحمص الاول؟ مش لازم يتحمص، ممكن تاكل ناي. طب دلوقتي بس هو مش مستوي لسه شهر 8. المانجا والفستق ريليتد، يعني ممكن يزرعوا على بعض، يعني ممكن اجي كده بمقص واقوم قاصص الشجره دي كويس، جدر فستق وانا عايزه اجرب واحط عليها مانجا. انا هاجي احط اديك واحده بس مستويه شويه ملونه. ريحتها على رنج، ريحتها ليمون على حاجه مسكره. يا بنتي بقى يا بنتي بقى والله تعمله. هات لنا حاجه ناكلها بقى. يا سلام يا سلام على الفلفل يا جماعه. بصوا الفلفل من الارض على طول. هناكل بجد. يلا اخيرا هنتعشى فاكهه. حلوه جدا. طعمه ايه؟ حلوه يا والله. بابا الحاج فلفل. انت فلاح قوي. شويه رز هنا يا جماعه. متخيلين الشجره دي بقى لها هنا 30 سنه. ايه الجمال ده؟ مين في مصر يقدر يقعد اليوم كله في الصيف اثناء النهار اوت دورز؟ وبعدين احنا عندنا كل شجره لو تلاحظوا فيها نظامين للري. نظام بالفخار، الجره دهيت معموله من الفخار الغير مطلي، ومهم قوي يكون غير مطلي عشان يبقى مسامي تستطيع الميه ان هي انها تنتشر. هي بتقدر ان هي تطلع ميه ببطء شديد جدا. يعني الجره دي مثلا الساعه بتاعتها 22 لتر تخلصهم في اسبوع 10 ايام. هي دي مصر يا جماعه، هي دي مصر اللي احنا محتاجين نتفرج عليها. خش يا راوند، خش معايا، خش معايا هنا كده. ايه رايك في سانت كاترين جميله لحد دلوقتي؟ جميله. لا عايزين بس كده يا جماعه. اكتشفت ان هي موجوده في فساتين الافراح. كان في زي طرحه بتتحط على فستان فرح. اكتشفت على مناديل الرهبان كل راهب ليه منديل، والمنديل دوت بيبقى مكتوب عليه اول حرف من اسمه ومتطرز كله بالشغل الستات. فبدات الاقي مناديل قديمه جدا، فبدات اخد الورده او الشغل دوت وابتدي احطه على ديزاين حاجات عمليه تقدر انها تبيع كويس. سخنوا خلاص؟ تعال ارقص معنا تشرفنا. طيب يلا بينا، يلا بينا، انا جاي معاك. يلا بينا. ده العريس. ايوه يا عريس. جابوا لنا شربات. ايه ده بتشرب شربات؟ انا بشرب عشان عايزين شربات. حد عايز شربات؟ خدوا شربات. احنا كبنات عادي جدا جايين لان احنا مش بدو. قلت لي بتقعدوا لحد الساعه 6؟ 6 الصبح. انت هتسهر معاهم يا ولا؟ ماشي. وانت ادم؟ وانت كمان؟ دي شنطه من شنط جبليه، احنا سمينا براند جبليه على اسم اول قبيله اشتغلنا معاها. حبيت ان كل تطريز ست واحده هي اللي تشتغلها ونسمي الشنطه على اسمها، بس الموضوع صعب شويه هنا في كاترين. الحمد لله شغلنا 7 سيدات. هدفنا قدام ان احنا نعمل مشغل الستات دي تعلم ستات تانية، نبدا نعلمهم كمان تفصيل، فيبدا المشغل يعلم اجيال ورا اجيال. ان شاء الله باذن الله نحاول نعمل كده. تعال بقى اشرح لك الشنطه دي ايه. الشغل ده مثلا اسمه نمنم، لما بيتحط عليه خرز اسمه علاقه. هتلاقي هنا دي ورده، فكل حاجه فيها شغلها مختلف. بالنسبه لنا احنا شغل بس خيط مش خرز خفيف قوي عشان ما يتقلش من الشنطه، وعشان نحافظ برضو على التراث اللي هم كانوا بيشتغلوا بيه في الاول خيوط بس. فده مثلا اسمه علاقه او نمر. ده ايه ده؟ لفه دي لفه. يلا بينا. هو ده الكلام. عشان كده انا بعمل محتوى في مصر والله العظيم. بس تيجي كده هنا، حط دي هنا كده، سبت. شفت؟ اتكلم بقى. عايز تتكلم تقول ايه؟ عايز تتكلم تقول ايه؟ احنا اساسنا مستأذنين. اساسنا مستأذنين. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب احنا فين دلوقتي؟ ده ايه اسمه ايه ده؟ وادي الأربعين. لا اللي احنا كنا فيه دلوقتي. تكية.
تكيه. واللي كان بيحصل بقى الرقص ده وكده اسمه ايه؟ الرقص البدوي. الرقص البدوي؟ لا. الفرقه اللي كانت بتعزف من الأردن، ناس من الأردن. ناس من الأردن؟ أردن. ليه يا عم كداب ليه؟ أمال منين طيب؟ الأردن. ها؟ الناس دول من وين؟ من الأردن. أهو الناس دول من وين؟ من الأردن. سمعت الناس دول من وين؟ ها؟ من مصر هنا. من مصر هنا؟ واحد منهم يقرب لي. بجد والله؟ أنت عارفهم يعني؟ يا عم ده راجل عارف. واحد دهن الأردن. يا عم الأردن ومصر إيه؟ ما الأردن ومصر إخوات. هتجيب صوت هي دلوقتي؟ إيه؟ هتجيب صوت؟ أنت كده كل ده متسجل. بس لو واحد قريبيها بتعرف المكان فين صح؟ طبعا لو واحد جري بيها لو وعارف واحد مكانه فين. قريبيها ودقها فيها GPS. لو خبطها بالطوبة لو خبطتها بالطوبة واتكسرت؟ هتعرفوه؟ مين؟ هعرفه طبعا، صوته هيبقى طالع. لا افرض ما تكلمش. افرض ما اتكلمش هجيبه من صوت نفسه. شوف انت اتنفس كده دلوقتي، بس نفسك اتسجل هنا بقى موجود هنا عندها. انا دلوقتي هجري بيها والساعة بدي حاجة دور. عايز تدور؟ طب استنى دوس يلا. شفت بقى؟ ها؟ مش هتشتغل صح؟ هتبوظ، مش هنعرف نوصل للقاهرة كده. فين الإشارة؟ ودي يمين ودي شمال بقى. يا سلام عليك. ده لو خلوه معاه عربية يموت 10. لا يا عم مش هيموت 10. أنا سواق بقى. طب قول لهم هنا أهلا بيكم في سانت كاترين. أهلا بيكم احنا في سانت كاترين. اسمع انت عايز تقول انت كمان يا ادم؟ ماشي ركب يلا. كاترين انت كمان. أهلا بيكم في سانت كاترين. ايه ده؟ انت قلت اهو صوته طلع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في سانت كاترين أرض المحبة والسرور. يا ولا ده انت يوتيوبر ولا ايه؟ انت شكلك يوتيوبر، عايز تطلع يوتيوبر؟ بجد والله؟ طب عايز تعمل محتوى ايه؟ بابجي. بابجي؟ أنا عاوز أطلع بتاع سواق مطافي. سواق مطافي؟ طب انت عايز تطلع ايه؟ شرطي؟ طب انت عايز تطلع ايه؟ مهندس. طب انت ما قلتش اهلا بيكم في سانت كاترين. أهلا بكم سانت كاترين. انجري وسبورتيف. شرفتونا في سانت كاترين وتشرفونا وتشرفونا. تيجي انت بالذات انت المره الجايه. هي انت بالذات هي انت وهي. انا وهي وده. طيب ماشي. طب انا ولا انا بالذات؟ انت اول واحده تيجي. هي كده بتيجي. بس انا باجي اصلا يا احمد. قول له انا عارفاك من بقالي قد ايه، كام سنه. اول واحد في اللفه. ايه ده؟ بجد والله؟ يعني انت عارف مروه من زمان؟ وسالها حتى. ايوه لا انت صح؟ هو صغير خالص صح؟ رحلتنا لسانت كاترين ما كانتش مجرد فلوج سياح، كانت محاولة لفهم شكل تاني من الحياة، حياة ما فيهاش جري ولا زحمة ولا إيميلات بتتبعت في نص الليل. وأنا بلم شنطتي وبودع مروة وأهل المدينة عرفت إن كاترين مش مجرد مكان بنزور، كاترين هي تذكير دايم إن الهدوء والسلام الداخلي دايما موجودين، بس محتاجين مننا شجاعة إننا نروح له. هي تجربة بجد مختلفة عن أي حتة تانية، يعني مش لازم تسيبوا حياتكم وتنقلوا هنا، بس محتاجين تيجوا تفصلوا يوم أو يومين على الأقل في هذا المكان العبقري. 1600 متر فوق سطح البحر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للشانل عشان في فيديوز كتير نازلة الفترة اللي جاية إن شاء الله، واستنونا في مغامرات أكثر ودعموا هذا المحتوى لأن احنا بجد بنتعب في هذا المحتوى. شاي بالورد سانت كاترين.